السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده باذن الله هنعمل مع بعض حلقه حلوه قوي. هنعمل مع بعض المهلبيه العاديه بتاعتنا التقليديه جدا، وان شاء الله باذن الله هنعمل طبقه بالفراوله وطبقه بالمهلبيه العاديه، بس هنحط شويه تكات كده هتخليك المهلبيه تبقى جوسي معاكي وجميله قوي. قبل ما نبدا نصلي ونسلم على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا معايا المقادير بتاعتي. انا معايا كيلو حليب غلياه، غليته من قبلها بيوم وخدت القشطه بتاعته عشان برضه احطها في اخر تكايه هتديكي طعم جميل قوي. ان شاء الله معانا المقادير بتاعتنا. معايا كوبايه دقيق، ومعايا معلقتين نشا، ومعايا 3/4 كوبايه سكر. طبعا السكر ده حسب الرغبه، والحاجات التكات الاخيره اللي احنا هنحطها برضه هقول لك عليها. بس اول حاجه انا هاخد كده كبشه لبن، بسم الله الرحمن الرحيم، على النشا بتاعنا. معلقتين النشا هقلبهم اهو باللبن وهركنهم على جنب عشان مش هضيفهم دلوقتي. بص اقول لك حاجه، لازم تقلبي النشا بتاعك كويس جدا عشان ما يكلكعش معاكي، ما يبقاش فيه اي تكتلات. هركنه بقى دلوقتي وهنزل بقى بالسكر. طبعا السكر ده حسب الرغبه. وهنزل بكوبايه الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، وهفكها كويس قوي برضه عشان ما يبقاش فيها تكتلات. وهنحطها على البوتاجاز. اهم حاجه يا جماعه ان انت لازم تقلبي، او كان دقيق او نشا لازم تقلبيه على البيض. لو انت سخنتي اللبن بتاعك واللبن سخن هتعملي ايه؟ هتاخدي بقى شويه ميه صغيرين قوي وتقلبي فيه النشا او تقلبي فيه الدقيق، وبعد كده تضيفيه على اللبن عشان ما ينفعش تحطي الدقيق او النشا على اللبن السخن. هرفعه بقى على البوتاجاز. دلوقتي احنا هنحطها على النار، تفضلي برده تقلبي فيها عشان برده ما تكلكعش منك لحد ما الدقيق يشكل معايا. انا عايزه الدقيق ده يستوي كويس جدا. ليه انا ضفت الدقيق الاول؟ عشان يستوي معانا ما يديكيش طعم الدقيق. وبعد كده هضيف معلقتين النشا اللي انا شايلها. بصي تقلت وشكلت معايا ازاي اهي، هي واضحه قوي وباينه. بصي بقى انا هنزل بمعلقتين النشا زي السرسوب كده، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التقليب مستمر زي ما احنا قلنا عشان ما تكلكعش معاكي. انا غليت النشا معاها غلوه واحده. بصي مجرد ما تطلع فكاكيع كده خلاص انا هطفي عليها بقى، وهنزل بقى بالمكونات الباقيه كل ده على البارد. يعني هنزل بالكريم جانتيه ومعلقتين القشطه، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا القشطه دي اختياري، لو مش موجوده عندك مش هتوقف لك الوصفه. يعني في حاجات كتير ممكن تستبدليها. وهنزل معلقه زبده تديكي طعم جميل قوي. انزل بنص كوبايه كريم جانتيه وادوبه كويس قوي. بصي وهنزل بالورقتين فانيليا. لو عندك فانيليا سايله ممكن تحطيها، دي بصراحه المتوفره عندي دي اهي. كل ده على فكره انا بحطه على البارد. هصبها بقى في الكوبايات كاسات. هصبها بقى ونرجع مع بعض نعمل مهلبيه الفراوله. هنبدا نصبها، بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا مش هملاها كلها لان احنا قلنا هنعمل نص ونص. لو انت عايزه تحطي جوز هند فحطي، يعني ده اختياري. اهو في الكاسات بتاعتنا، بس لازم تسيبيها نص ساعه تبرد عشان تقدري تحطي عليها المهلبيه التانية، عشان ما يبقاش سخن على سخن، لا لازم تبرد شويه وتهدى وبعد كده نحط عليها التانية. بصي بقى انا هركنها على جنب دلوقتي، انا مش هحطها في التلاجة دلوقتي. بعد ما تخلص خالص هنعمل دلوقتي مع بعض مهلبيه الفراوله. لو انت عايزه تقطعي قطع الفراوله تقطعيها قطع مكعبات وتحطي عليها جيلي، دي حاجه ترجع لك. لو انت عايزه تعمليها بالطريقه بتاعتنا دي برده هتبقى حلوه برده وهتعجبك. رجعنا تاني نعمل مهلبيه مع بعض. المكونات اللي عندي انا معايا فراوله محطها في الفريزر مفرزاها، ومعايا كوبايه سكر، ومعايا كوبايه الا ربع دقيق، ومعلقه نشا بس. الاول هضرب الفراوله في الخلاط. لو انت عايزه تستبدلي باي نوع فاكهه عندك استبدليها تبقى حلوه برده. ولو انت عايزه تستكفي بيها ان هي تبقى ساده وتعملي لها صوص كراميل او صوص فراوله عندك برده حلوه قوي. هنضرب الفراوله بتاعتنا في الخلاط واحط عليها السكر. بصي بقى انا هصفي الفراوله بتاعتنا، بس انا حطيت لها سكر. طبعا السكر ده اختياري. اصفيها كويس قوي عشان ايه؟ انا مش عايزه البذر اللي فيها دوت يبقى ظاهر معايا. بصي اهو البذر بتاعي اهو صفيتها كويس قوي. هحط بقى النشا. طبعا انا قلت معلقه نشا و3/4 كوبايه دقيق. طبعا دي على البارد طبعا، وهقلبها وهرفعها على النار.
هقلبها كويس قوي. بصي انا قلبتها كويس اهو، الدقيق ما بقاش فيها حاجه ولا نزل، بس على فكره انا حطيت لها لون طعام، لان لما حطيت الدقيق اللون فتح قوي معايا. هرفعها على النار ونشوف هنعمل ايه. كانت مهلبيه فراوله، مهلبيه عاديه، البشاميل، طالما في دقيق في نشا لازم ايدك تبقى فيه عشان ما يكلكعش منك. بصي انا حطيت الدقيق والنشا، بصي هي شكلت بدات تشكل اهي. تعرفي ان ازاي ان هي استوت؟ تبدا اهي تطلع فقاقيع. بصي هي باينه معايا اهي بدات تتقل. طبعا دي انا مش هحط لها اي اضافات، هو كفايه طعم الفراوله بصراحه فيها جميل قوي. هطفي عليها واسيبها تهدى بس واصبها. بصي المهلبيه بتاعتنا مش معنى ان هي تهدى تسيبها تبرد، لا انا بس قصدي تهدى يعني مفيش دقايق بالظبط وهصبها. جربي ان انت تحطي سخن على سخن، هتلاقي كل الالوان دخلت في بعض، مش هتديك الشكل اللي انت عايزاه. حاجات سهله وبسيطه قوي هتفرحي بيها بيتك وولادك. ادي الشكل النهائي بتاعنا، رتل لبن ونص فراوله، وطلع لنا الشكل الجميل قوي دوت. هحطها بقى في التلاجة تسقع واوريها لك الشكل النهائي بتاعها ايه. المهلبيه بتاعتنا بعد ما حطيناها في التلاجة، طبعا انت لو عايزه تزينيها بمكسرات بجوز الهند بزبيب، دي حاجه اختياريه براحتك. طبعا احنا مش معظم العيله عندنا بتحب المكسرات، يعني ده جوز الهند دوت واختياري. ابى اشكر كل اخت دخلت كتبت لي كلمه حلوه، بقول لها كل سنه وهي طيبه، ربنا يديم المحبه بينا يا رب. بصي بقى المهلبيه بتاعتنا، بصي ادي شكلها. ما اوريكيش بقى على طعمها في منتهى الجمال. ما تنسيش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايكات كتير.